خوتاتي العزاز، مرحبا بكم من جديد. جبت لكم اليوم اللقطات او الاهداف ديال المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي الاقل من 20 سنه ونظير المنتخب المصري. المباراه كتدخل في كاس شمال افريقيا المؤهله الى كاس افريقيا بحول الله تعالى. المباراه انتهت بهدفان مقابل هدف واحد للمنتخب المغربي، بالضبط بالديار المصريه وامام الجماهير المصريه. مرة أخرى الكرة المغربية كتفوق على الكرة المصرية في كل الفئات السنية إلى حدود اللحظة. نخليكم تشوفوا المباراة، اللقطات ديالها كانت ممتعة، أهداف جميلة للمنتخب الوطني المغربي، انتصار واضح وصريح على الكرة المصرية. ما تنسوش التعاليق، بارطاج، نتلاقاو بعد اللقطات إن شاء الله. 2012 بتتكلم في 12 سنه حصدوا ما زرعوه، يعني حصدوا وبيجنوا ثمار زرعه صالح. خمسه النهارده منتخب الشباب بيكسبنا 2-1. فانا مش عارف بصراحه يا جماعه ايه حكايه منتخب المغرب معانا. هم طبعا شغالين بشكل مؤسسي، بشكل استراتيجي جيد، بشكل محترم جدا، وبيجنوا الثمار بتاعه الشغل المحترم اللي ابتدوه في 2011. هم اشتغلوا عليه. النهارده انت بتخسر هذا اللقاء 2-1. اعتقد ده اللقاء الاول اللي بيكون موجود فيه الكابتن اسلام الشاطر كمدير للمنتخب، اللي برضه هرجع واسال اقول انا مش عارف هو تم تعيينه على اساسي او مين اللي يعني اللي انا عارفه ان كان مكالي ما كانش عايز حد او ما طلبش ان حد يتعين. إذا كما شفتوا خواتاتي، كان هذه هي الأهداف والملخص ديال المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي ونظيره المصري. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. كنحين نتلاقاو مرة أخرى إخواني أخواتي. خليو لي التعاليق ديالكم، اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا دائما بحول الله. تحياتي لكم إخواني أخواتي.